ما تيجي يا ست الكل ندلع الأولاد كده أيام الامتحانات ونعملهم بقى سندوتشات الشاورما اللي بيحبوها. السندوتش ده أقل واجب ب50 جنيه وانت طالعة. عايزة أقولك الكمية دي تكفي 12 سندوتش، يعني 600 جنيه. أنا عملتها من نص كيلو لحمة بس، يعني شوفوا وفرنا قد إيه. بجد تحفة، وطعمها مش عايزة أقولك أحلى من بره بألف مرة. بجد كده لو جربتيها عايزة أقولك الولاد هيطلبوها منك على طول. بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو من اللحمة الشاورما. طبعا خليت الراجل يقطعها لي تقطيعة الشاورما. لو عندك الستيك ولا حاجة او بفتيك ممكن تقطعيها انتي. وهنزل بقى ايه بعلبة الزبادي. هحط العلبة كلها بالطريقة وبتخلي طعمها تحفة. والبهارات بتاعتي بقى رشة قرفة، معلقة كركم، رشة جنزبيل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، قرفة، فلفل أسمر، كمون وملح. يبقى رشة قرفة، كركم، جنزبيل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل أسمر، كمون وملح. كل حاجة معلقة صغيرة ما عدا الملح معلقة كبيرة. والقرفة والجنزبيل رشة بسيطة مش كتير. وهحط هنا معلقتين من الخل، وهحط معلقتين من الزيت. يبقى البهارات بتاعتي من كل حاجة معلقة صغيرة، والملح معلقة كبيرة، والقرفة والجنزبيل رشة بسيطة. وهقلب كده كله مع بعضه. وهنزل كده بمعلقة مستردة كبيرة. وهخلي بقى خليها كده بقى في التتبيلة، واحطها في التلاجة كده لمدة ساعتين. تاخد كده وتدي بقى في التتبيلة عشان تبقى طعمها حلو كده وجميل. عايزة اقولك احلى من بتاعة بره 1000 مرة. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة. وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي. هنسيبها بقى في التلاجة ترتاح كده لمدة ساعتين. هنا بقى انا جبت الطاسة وسخنتها كويس. عايزة اسمع صوت الطشة ديت. وهنزل بقى بكل اللحمة بقى بالتتبيلة ديت كلها مع بعضها. هي كده نزلت ميتها. اول ما تشرب ميتها كده لو لقيتها محتاجة هحط لها شقشاق مية، حاجة بسيطة خالص لحد ما تستوي. انا كده بشوفها استوت ولا لا، بس هي سخنة مولعة لسه. بصوا اهي اللحمة استوت معايا. هبدأ بقى انزل بقى ببصل جوليان او جوانح وفلفل الوان. وحطيت كده قرن فلفل سبايسي. حابه تحطي فلفل رومي تمام مفيش مشكله. يبقى البصل قطعته جوانح، والفلفل الالوان وقرن فلفل سبايسي. انا طبعا مش هسوي الخضار ده، انا عايزاه يقرش كده في البق. انا مش يعني حلاوته هو صحيح. اخليها بس تدبل شويه. ما تسرحيش معايا، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما قلت لك احنا مش هنسوي الخضار دوت اللي انا حطيته. تدبل بس حاجة بسيطة. وهنزل بقى بالطحينة. يا سلام على جمال الطحينة لما تنزل في قلبها كده. نقلبها بقى كده. بجد هتاكلي احلى سندوتشات. شوفي احنا وفرنا قد ايه. هتدفعي 600 جنيه على 12 سندوتش؟ لا حرام. هاتي نص كيلو لحمة مفرومة، وهاتي السندوتشات الكايزر ال 12 ب 12 جنيه، يعني مش حاجة يعني. نبدأ بقى نفتح كده الرغيف. تقدري برضو تاكلي كده في العيش البلدي عادي او العيش السوري براحتك خالص زي ما تحبي. بس احنا بقى بنعملها لهم زي بتاعه بره واحلى كمان. شوف انا كمان ماليه لهم الرغيف ازاي، يعني مظبطاهم. بجد تحفه، ولا محتاجه كاتشب جنبها ولا مايونيز ولا اي حاجه، هي تتاكل كده.
يعني انا بص انا مش حرماهم من حاجه، مليه لهم الرغيف على الاخر. بس انا مش عايزه اقطع معاكم الفيديو عشان تشوفوا الكميه اللي انا عملتها. واضربي بقى السندوتش ده في 50 يا ستي، بجد تحفه تحفه تحفه. شوفوا بقى كمان عملت الايه هناك بقى 6 ودول 4، دي كده 10، واللي في الطاسه يكفوا سندوتشين كمان. يعني بصي من نص كيلو لحمه.